من حوالي اسبوعين الدنيا اتقلبت على مشكلة الميدل وير سيكيورتي في النكست جي اس. هنتكلم في الفيديو ده عنها والاصدارات اللي امباكتد وهل انت محتاج تعمل ابجريد ولا لا. بشكل اساسي لو بتستخدم نكست جي اس ميدل وير فالفيديو ده ليك، خليك معايا. من حوالي اسبوعين نكست جي اس اعلنت ان عندها اوثرايزيشن باي باس في الميدل وير، ودي مشكلة كبيرة جدا. يعني هي زي ما هو واضح في الجيت هاب ادفايزوري هي اخده 9.1 من 10. فالموضوع كبير مش صغير. جميل. والموضوع خاص بسكيورتي ريسك، يعني جاست بس باتش او في مثلا بج في الفريم ورك، لا الموضوع هاي ريسك لان هو بيلعب على حته السكيورتي وخصوصا في الميدل وير، ودي يعتبر من كور اي فريم ورك. جميل. طيب ايه اللي حصل بقى؟ خلينا ناخدها واحده واحده. اللي حصل ان في واحد جزائري اسمه رشيد، الراجل ده يعتبر vulnerability researcher او بمعنى اصح ممكن نقول ان هو وايت هات هاكر. جميل. الراجل ده اكتشف ان في سكيورتي فولنربيلتي في الميدل ويرز بتاعت نيكد جي اس. جميل. على حسب الفيرجنز طبعا اللي هي ايه الافكتد، كل فيرجن ليه طريقه معينه ان احنا نباي باس بيها الميدل وير. خلينا الاول نجمب لفكره الميدل وير، بعد كده نرجع للمشكله بتاعت نيكد جي اس. فكره الميدل وير هي عباره عن جيت بتبقى في النص ما بين الريكوست والريسبونس، بنستعملها بشكل كبير في الاثنتيكيشن والاثرايزيشن، لو عايز اعمل ريبورتنج، لو عايز اعمل لوجينج وهكذا. جميل. فده الديفولت. انا بحط اللوجيك بتاعي هنا في الميدل وير، ببدا ان انا اشوف ما بين الريكوست، ممكن اعدل الريسبونس كمان، فهو بشتغل ما بين الريكوست والريسبونس وهي بتبقى واقفه في النص. جميل. از تشيكر او از كود هنا لوجيك بعمل له ايه اكسكيوت او ران. اللي حصل في النيكد جي اس ان somehow انت تقدر تعمل باي باس للميدل وير ده. جميل. كانه مش موجود، فانت بقت تجامب على طول من الريكوست للريسبونس على طول يرجع لك يباي باس كان ده مش موجود. تمام. الفكره كلها ان الكود اللي كان معمول هنا، في ناس بتتكلم ان ده يعني ممكن يكون فايب كودنج. يعني اتكلمنا على موضوع الفايب كودنج في الفيديو اللي فات، ان طريقه اللي تشيك هنا هي مش طريقه حد مركز ان انت ايه. في حاجه اسمها ريكيرجن ديبث. ايه ريكيرجن ديبث؟ ان انت ولنفرض مثلا عندك هنا في الميدل وير انت بتبروتكت مثلا صفحه الداشبورد، والداشبورد فيها بيجز ثانيه انترنال بيجز. جميل. فانت كل ما تيجي تعمل ريكوست بيروح يعمل عدد ريكوستات بعدد البيجز الموجوده جواها. جميل. فعشان يعملوا اوبتمايزيشن للبرفورمانس عملوا التشيكايه دي، ان هو قال لك الماكس ريكيرجن ديبث هيكون 5. جميل. ولو كان الديبث اكبر من او يساوي الماكس ريكيرجن عدي قول له اتفضل. يقول لك السلام عليكم، قول له وعليكم السلام، ما تشيكش ولا اي حاجه. دي كارثه. وده واضح كده ان هو ايه فايب كودنج، يعني معموله فايب كودنج، محدش ركز في اللوجيك ده وعمل له تيست. يعني اتليست كان ممكن هنا لو حصل مثلا لو عايز يشيك على البرفورمانس ان هو بدل ما يعمل باي باس يطلع له اكسبشن معين او ايرور مسج يقول له ان انت اكسيدز عدد الريكيرجن المسموح بيها ويخليها كونفيجريشن مثلا. انما الباي باس ده واضح جدا. الله اعلم طبعا، بس هو بنسبه كبيره شكله فايب كودنج. تمام. طيب دي مش مشكلتنا. فهنا نيكل جي اس قالت لك لو انت بتستعمل فيرجن من دول هتروح ترقي الباتش ده. تمام. ده في حاله ان انت بتستعمل الام بي ام ستارت او وبتستعمل معاها الميدل ويرز. لو انت ما بتستعملش الميدل ويرز خلاص انت كده في السيف سايد. جميل. فالراجل اللي اسمه رشيد ده جه قال لك ان والله موضوع ان انت السب ريكويست اتكلمنا عليها عشان موضوع بيرفورمانس وكده، فانت بتقدر تعمل لها باي باس. وحط طبعا الكود برضو وعلم عليه الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده. هنا السورس كود بتاع فيرجن 15. تمام. فقال لك كده انت بيشيك على الماكس ريكيرجن ديبس وبيعدي بيه باي باس. جميل. وقال لك ان هو على حسب انت الميدل وير فين. في فيرجنز ميدل ويرز بتكون موجوده في الروت، وفي طبعا انت نيكل جي اس بتسمح لحاجه ان انت تغير الاستراكشر بتاع الاب او السورس او كده. فانت عندك حسب الفيرجن، لو الفيرجن بتاعك الميدل وير فايل موجود جوه السورس فهتضطر تابديت الهيدر بتاعك وتديله الكي. هيكون هتباس في الهيدر ريكوست هيدر حاجه اسمها اكس ميدل وير سب ريكوست، وتباس سورس فورورد سلاش ميدل وير 5 مرات كانه عمل 5 ريكوستات عشان بس ايه يباي باس او يران الكوماند ده. انما كانت ديبس اكبر من او يساوي ال5 مرات. جميل. فده الباي باسنج بتاعها او ان انت ازاي تقدر تعديها. حلو. طيب في الوقت ده بقى مين اللي ما صدق؟ اللي ما صدق الراجل بتاع الكلاود فلير. ما صدق ان في سكيورتي فولنربيلتي، راح جاي راح على تويتر كده وفرح وقال لك ايه ده الوقت ان انت ايه خلي بالك على فلوسك وايه تحفظ الفلوس اللي انت عمال ترميها على الارض
وان انت تروح لحاجه فيها بيتر بيرفورمانس وكده، وتشتغل مع شركه بتكيرز اباوت السكيورتي، مهتمين اكتر بالسكيورتي. ردا على ايه، على موضوع السكيورتي فولنربيلتي بتاع نيكل جي اس. مش بس كده، راح جاي طلع يجري عمل ايه، باكج على جيت هاب سماها دايفرسل. الباكج دي بتعمل ايه، بتموف او بتكونفيرت النيكل جي اس ابلكيشنز من فيرسل لكلاود فلير. هو بيصطاد في الماء العكره بمعنى اصح. ده طبعا مش مجالنا. جميل. فهنا انا عملت ديمو بس عشان نشوف هل الموضوع ده صح ولا لا، مع انه طبعا هو موجود، يعني هو نيكل جي اس اناونسد الكلام ده. بس هي المشكله في حاجه كمان، ان هو حصل ريبورتنج يوم 27 فبراير، واول باتش نزل يوم 18 مارس، فهو الوقت كان كبير عشان يعملوا باتش عليها، يعمل باتش للايشو دي او السكيورتي فولنربيلتي دي. الموضوع اخذت وقت كبير جدا. طيب فانا هنا عملت بروجكت، البروجكت ده قومته نيكد جي اس، وخلينا نشوف هل ده الفولنربيلتي دي موجوده ولا لا. انا هنا طبعا بستعمل فيرجن 15 ده افكتد. جميل. وهنا عامل ميدل وير. الميدل وير ده بموك، بس لو كان اليوزر اوثنتيكيتد هنشيك فيه الكوكي لو فيه اوثنتيكيتد. تمام. لو مش اوثنتيكيتد والراوت اللي انا موجود فيها بتبدا بداشبورد، روح اعمل لي حول لي على اللوجن. إلس طبعا الديفولت ان هو بيحول لي نيكست، يحولني ايه على النيكست بيج اللي انا عايزها. فانا هنا في الهوم بيج. جميل. ما عنديش هنا كوكي. خلينا نجرب الايه التو سيناريوز. السيناريو الاول هروح هنا على الابلكيشن، هاجي على الكوكي واخش على الداشبورد، عمل لي ايه، حولني على اللوجن لان انا مش اوثنتيكيتد. طيب ممكن الموضوع ده كانه اوثنتيكيتد، انا اجي في الكوكي واقول له اوثنتيكيتد، ادوا لي مثلا ترو. جميل. واروح هنا على الداشبورد، حولني على الداشبورد. جميل. طيب فانا كده اموري تمام. طب لو جيت اكني عملت لوج اوت، ادلت دي واجي اعمل ريفريش، هيحولني على اللوجن. طيب فمعنى كده ان انا مش اوثنتيكيتد، الكوكي ما فيهوش اي اوثنتيكيشن ولا اي حاجه. عملت موكينج الموضوع التوكن ان هو اليوزر يكون اوثنتيكيتد. طيب خليني اجرب الطريقه اللي الراجل ده بيقول عليها. انا هنا نزلت اكستنشن، الاكستنشن دي بتحاول ان هي تابديت الهيدر، ريكوست هيدر، وحطيت فيها الكي اللي هو الاكس ميدل وير سب ريكوست، وبعت فيها 5 سورس فورورد سلاش ميدل ويرز. ليه سورس؟ لان انا طبعا عندي البروجكت هنا او الميدل وير موجود في سورس دايركتوري موجود هنا، فهو الميدل وير موجود في السورس، فهضطر ان انا ابعت سورس، هعمل لها انيبل. جميل. واحاول ادخل على الداشبورد، قال لي اتفضل. انا قلت له السلام عليكم، ولا عليكم السلام، اتفضل. ولا شيك على الاثنتيكيشن ولا شيك على اي حاجه. فدي مشكله كبيره. فهو هنا بيباي باس كل ده. ليه؟ لان هو اعتبر ان هو عمل سب ريكويست 5 مرات، فبالتالي عشان يحافظ على البرفورمانس لما جيت قلت له السلام عليكم ولا عليكم السلام. جميل. فانت لو بتستعمل اي فيرجن من الامباكتد فيرجن دي هتحتاج تعمل ابجريد طبعا للباتش فيرجن. جميل. وبشكل خاص لو انت الفيرجن دي بتستعمل فيها الميدل ويرز، فانت طبعا وانت مغمض بدون كلام بتروح تعمل ايه، ابجريد على طول. بس في حاله ان انت ما بتستعملش ميدل وير، او ما عندكش فيرجنز من دول، او الابلكيشن بتاعك هوستد على فيرسل، فخلاص انت كده امورك تمام وفي السيف سايد. كده احنا اتكلمنا على الفولنربيلتي الخاصه بالميدل ويرز في نيكست جي اس، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.